الله يرحمك ياب. ولدك من بعدك اتبهدل ياب. الدنيا كلها جيت علي واول ناس اقرب الناس ليه. وحشتني قوي يابا، وحشتني ايام كنت بحط راسي على المخدة وانام ومرتاح ومطمن اللي ده. دلوقتي ماليش حد واصل من بعدك ياب. تنام بقى يا خيل، الحكايه ماهاش ناقصاك يعني، كفايه شتي. وحشتني قوي يابا، وحشتني ايام. ولدك من الصبح يابا ما حطش لقمة فوق. بطني بتتقطع ومش عارف انام بسببك دي. قول يا ابن الغالي الله يرحمه. الله يرحمها ياب. هي دلوقتي رضا في مكان احسن يا اخت. الحمد لله على كل حال ياب. الحمد لله يا ولدي، انا عمري في حياتي يا رضا ما قابلت حد في حنيه امك ولا طيبتها، وانت واخد طباعها الله يرحمها. الله يرحمها، ريحت واستريحت. ايه ما اكلتش ليه كالعاد؟ انا قلت لرضا ياكل بس هو جاي يستناك. ايه اللي اخركم كده والعيال الباقيه فين؟ كتر خيره رضا، واخد طبعهم وباقي الغالي على قلب. اقعد يا سام. العيال ما جيتش ليه؟ هتلاقيهم جايين دلوقتي. اقعد يا سام، احمدك واقف ليه؟ ما تجي لنا حاجه يا رضا، خلينا نقعد جنب ابوي. حاضر يا اخوي. خليك يا رضا ما تقومش، الدنيا ماسحه قدامك يا سام. ما انا يا ابويا الكبير ومتعود ان انا اقعد جنب. معلش بقى النهارده اقعد يا سام، احكوا لي يا سام. ده ابن الغالي يا سام، والحاج كمان ممكن يبيع اي حد عشان ابن الغالي. هنفضل مستنيين العيال كتير يا صابرين، قوموا شوفوهم فين وندهلهم. احنا جينا اهوت ياب. ايه الحلاوه دي يم؟ بط وكفته وحمام ومحشي، ده انت مروق علينا النهارده قوي. اصل النهارده يا حبيبي ذكرى زواج ابوه، عشان كده وصانا اعمل لك الوكل ده كله. معقول هو انت تتزوجش زي النهارده؟ مش قصدي عليا انا يا حبيبي، انا قصدي على الغالي. الغالي الله يرحمه، لو يعني يجوز على الله الرحمه. يا ريت تجيبها لبره يا صبري، سموا يلا يا اولاد وكله. وانا قلت حاجه، الواد سالنا عاملين الوكل ده كله ليه، عشان كده رديت عليه وقلت يلا يا رضا سموا كل يلا. حاضر ياب. كلهم حاطين رضا في دماغهم ودي بسبب امه. حكم الواحد خايف يموت في اي وقت كده ويظلموه. انا عايز اقول لكم حاجه يا اولاد. خير يابا، ايه اللي حاصل؟ ما تعليش صوتك قوي كده يا ناجي، انا سامع. حاضر ياب. انت عارف يابا ان انا ودني وجعان. ماشي اسمعوني، انا عايز اقول لكم ان انا في اي وقت ممكن اموت. بعد الشر عليك ياب. الموت ما هو الشر، الموت علينا حق كلنا هنموت، محدش قاعد. المهم اسمعوني وفتحوا ودنكم. قول يابا سمعان، وقعكوا الدنيا تضحك عليكم وتخليكم بعد ما انا اموت تاكلوا في بعض. وايه اللي جاب التفكير ده في دماغك يا حاج كامل؟ سيبنا اتكلم مع ولادي يا صبري. ماشي يا حاج كامل اتكلم. اسمع يا دي انت هو، الدنيا ديت ملهاش عازي، عشان كده اوعاكوا تلهيكوا، اوعاكوا تعملوا زي ناس بشوفها كتير بعد ما ابوهم يموت يتخانقوا على المراه ويظلموا بعض ويظلموا اخواتهم. اختكم دي هحطها في عينيكم، هي دي اختك الوحيد. لو حصل لي اي حاجه في اي وقت زوجها للواد اللي جرى فتحتي. هي رايداه وهو رايد، وانتوا مشتهين عن علي شغال معنا في محل الدهب بقاله سنين. بس يا حاج كامل ما حلتوش حاجه. ما هو انا وعدته، قلت له ان انا هساعده، وقد هيك دي البت ليها حاجه، ولو ما كانتش تفيد جوزها هتفيد مين؟ المهم يا حاج كامل كنت عايز تقول ايه تاني؟ اوعاك تخلفوا معاها الوعد اللي انا وعدتهوله. ما تقلقش يابا، وغيرك دي انت معانا اهو. ومين عارف يا رضا، انا قلت هقول لكم كده عشان الواحد ممكن يموت في اي لحظه. الموت علينا حق وممكن يزورنا في اي وقت. انا سايب لكم فلوس يام، محل الدهب فيه ب 80 مليون بضاعه، والفيلا اللي احنا قاعدين فيها والاتنين فدان ارض مباني ثروه تعدي ال 200 مليون. كل واحد فيكم هياخد حقه ويشوف مستقبله، والمبلغ اللي انت هتاخدوه يكفيكم لحد ما تموت، يعني ما هياش مستاهله خناق. واحد فيكم ياكل ورث التاني، عند ربنا كبيره قوي. ما تقلقش يا حاج كامل، ولاد مربيهم احسن تربيه. والله يا صبري انا قلت كلهم برضه، انا عارف كويس ان هم متربين احسن تربيه، بس خايف ان حد يلعب في دماغهم ولا حاجه. قصدك ايه يا حاج كامل؟ انت عارف انا قصدي ايه. قول يلا يا واد انت هو. بس انا يابا اكتر واحد تعبت معاك في المحل دي، تعبك معايا بحساب. كل واحد فيكم تعب معايا حسبته، ودي عشان لما اموت محدش يقول انا تعبت معاه. كل واحد فيكم هياخد حقه بالتمام والكمال، محدش هياخد فيكم جنيه زياده، واللي ياخد جنيه زياده بقى يبقى حر. وانا كده هسيب وصيتي مع عمك وبرع. ايه يابا، وايه جاب الكلام ده دلوقتي؟ ربنا يهديك طول العمر يابا. اللي فيه الخير يقدم ربنا، وانا طول ما انا عايش ان شاء الله هزود لكم الثروه دي ان شاء الله في الحلال، عشان كل واحد فيكم يكون معاه اللي يكفيه، عشان كل واحد فيكم لو عايز يفتح محل دهب ولا حاجه خاصه بيه يفتح. اهم حاجه تبصوا على الحلال والحرام وتشتغلوا بالحلال، واعكوا الدنيا تلهيكم. هيجي يوم وتحصلوني بعد ما اموت، وربنا هيسالكم وقتها جبتوا الفلوس ديت منين وديتوها فين. على كده بقى يا حاج كامل كتبت ايه الرضا عشان هتتحاسب عليه برضه، وربنا يسألك عليه. ما كتبتش حاجه عشان لما هطلع فوق هتسال زي ما انا قلت يا صبري. احلف بالله يا كديم انت ما كتبتش حاجه. وهو انا هكدب عليك ليه؟ لو انا كتبت حاجه ربنا هيحاسبنا عليه، ما هواش انت اللي هتتحاسب. ما هي يابا بقول لك انا عشان خايف عليه. لا محدش يخاف علي، انا بخاف من ربنا. حاضر يابا. انا لحد دلوقتي يابا مش مصدق ان انت فرقت الدنيا، كلامك كله عمال يتردد في وداني يابا، زي ما يكون الكلام ده انت لسه قايله لي امبارح. انا لحد دلوقتي يابا مش مصدق ان انا كنت السبب في موت. كل ما افتكر يابا اللحظه زي قلبي بيتوجع كوا عليه. لو كنت قفلت محل الدهب كويس وانا مروح ما ده كله حصل، معرفش ازاي انا نسيت اقفل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقه.
لما انت يابا عرفت ان هو انسرق جالك جلط، وده كله بسبب اهمال. يا ريتك يابا ما بعتنا اجيب الفلوس من المحل، ما كانش ده كله حصل. افضل طول حياتك ده عاتب نفسي، انا السبب في اللي جرى لابويا كله، انا اللي قتلت ابويا باهمال. حقك علي يابا، حقك علي. انا ما اعرفش ده حصل ازاي يابا، انا فاكر ان انا قفلت، انا فاكر ان انا قفلت جوا يابا. خلاص يا رضا يا ولد، اللي حصل قدر الله ما شاء فعل. او لو كان عيل من عيالي بقى كان زمانك قتلت. صابرين بيتهيألي الدنيا ما هياش مستاهل فده وما هي حاجة. أهم حاجة يكونوا كويسين وبعدين يعني ياب هنعمل ايه في المشكلة اللي احنا فيها دي المحل ما عادش فيه حتة دهب واحد. تعبنا وشقانا يابا طول السنين دي تراه، ودي كله بسبب الأستاذ رضا. ملوش لزوم الكلام دلوقتي يا سام، اللي حصل حصل يا ولد. خلاص يا سامح، اللي حصل حصل، دي مهما كان ابن الغالي، انما انتوا عاد تضيعوا عادي. رضا يضيعكوا يا حبيبي ماشي عادي، انما انتوا تيجوا على رضا ولا حاجة لا ما ينفعش. مش كده يا حاج كامل؟ كده بقى ملوش حاجة عندنا، اعمل حسابك على كده يا حاج كامل. قصدك ايه يا صبري؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي انه ملوش انه يورث دلوقتي، ده مضيع 80 مليون. حرام عليك يا صبري، حرام عليك تدور على الحاجات دي، حرام عليك اللي انت تفكر في الحاجة دي وانا في الحالة دي، وهتشيلوا كلكم حرمانية لو انتوا ظلمتوه. الواد ما كانش قصده ان ده يحصل. عادي يابا انا مش عايز حاجة، بس انت بس قوم بالسلام، قوم بالسلامة يابا، انا مش عايز حاجة يابا. وعاكوا يا ولاد تظلموه. اي واحد فيكم لو كان حصل معاك دي كنت اقول نفس الكلام، وانا اللي بعته يجيب الفلوس عشان ما سيبهاش في المحل، وهو ما كانش قصده. وكمان كاميرات انفصلت، يعني دول كانوا ناويين يسرقوه من بدري. اللي سرقوه دول ناس مش سهل، اللي يخلوهم يشغلوا صورة وهمية كده في الكاميرات يبقوا ناس مش سهل. دول ناس متمكنين في شغله. انا ما عارفش ازاي ما خدتش بالي ان الكاميرات مش بتسجل، وما عارفش ازاي الحرامية دول عملوها كده. ما هو يابا في حاجات متطورة دلوقتي بيعملوها كده وهم بايه بيخترقوا يعني البرامج بتاع الكاميرات يعني ويهكروه. حسبي الله ونعم الوكيل، انا ما اعرفش العالم ده عملت كده ازاي. قدر الله ما شاء فعل. بتبقى حاجة كبيرة بس ربنا بيسهل. يمكن كان في واحد فيكم كده هيضيع يا أولاد، لما المحل بتاع الدهب يضيق وباله عادي أحسن ما حد فيكم يضيع. المهم يا حاج كامل شد حيلك كده امال وجوه، انت كبرت المحل قبل كده وتقدر تكبره تاني، اهم حاجة قمنا بالسلام. أنا أول مرة أحس نفسي ضعيف كده، والظاهر كده يا صابرين إن دي نهايتي. الظاهر إن أنا هحصل رحاب مرتي ورحمة بنتي. لا خليك معانا يا حاج كامل. بعد الشر عليك يابا، ربنا يديك طول العمر يابا، سامحني يابا، سامحني يابا، انا ما عرفش ده حصل ازاي. خلاص يا رضا بقى، كفايه بقى اللي انت عملت، هتقعد تعيط كده وتجيبها نكد على ابوك. بس يا صبري ما تزعجش لرضا، وانتوا يا اولادي وعاكوا تظلموه، وعاكوا تظلموه. لو انتوا ظلمتوه هتتحاسبوا عند ربنا، وكده كده محدش فيكم هياخد حاجة معاه وهو رايح عند ربنا. اخوكم ما كانش قصد، ده قدر ونصيب. يابا مالك يابا، ايه اللي حصل لك يابا؟ مفيش يا مديحة يا بنت، رضا ابن الغالي اللي سبب في ده كل الناس اللي المحل بتاع ده من غير ما يكفلوا بالاكفال والحرامية سرقوه. شجابوك يا بنت راح بسبب رضا. فداك يابا فداك. قصدك فدا ابن الغالي يا باجي، هو ده كله حصل بسبب. ان شاء الله يابا مع الوقت هترجعوا تاني، بس يكون بالسلامة مالك كده. ابوك جاله جلطة يا مديح. ما تعيطيش يا بنت، انا كده كنت اموت. تموت بس يابا، ما تقولش كده يابا، حرام عليك يا رضا، حرام عليك، حرام عليك لما ده كله يحصل بسببك. ما هوش بسببه يا بنت، ده قدر ونصيب، ده حاجة بتاع ربنا. تعمل ايه زي امك يا مديح؟ طب قوم لنا يابا، قوم لنا بالسلامة، قوم لنا يابا، فداك اي حاجة يابا، فداك اي حاجة. انا ما عرفش هتفضل مدلع كده لحد مات بعد ما ضيع شقاك وتعبك كمان ومستقبل العيال بتقول ما اعرفش ايه. خلاص يا ما ملوش لزوم الكلام دلوقتي، اهم حاجة بقى يقوم بالسلامة. زي ما قلت لكم قبل كده مديح هتتزوج علي. ده مش بعيد يكون هو اللي سرق، انت فكر ايه ياما، انت عارف علي كويس. ما اقولش كده يا صبري، علي لا يمكن يعمل كده، وبعدين هو دلوقتي في القاهرة ما هوش هني، وعلي متربى على يد، وانا مش تايه عنه. المهم زي ما قلت لكم وعاك تغدروا بيه. انا وعدت ان انا هساعده واجيب له شق ويتزوج اختكم على سنة الله ورسوله، وعاك تخلفوا بالوعد اللي انا وعدتهوله. يابا انت بتقول ايه يابا؟ ربنا يطول في عمرك ويخليك لين، مالك كده بتتكلم زي ما يكون خلاص.
اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا بنتي. إيه يا رضا مالك بتعيط ليه يا رضا؟ يعيط على الخيبة اللي حطنا فيه. بس يا صبري، سيبوني يلا مع رضا لوحدنا شوي. سيبوني مع رضا عايز في كلمتين. وش معنى رضا يا حاج كام؟ بقول لكم عايز في كلمتين، سيبوني معاه. يلا يا انت وهو، سيبوه شوية مع ابن الغالي. يلا يا مديحة قاعدة ليه؟ ابوك عايز الغالي بس. يلا يا حبيبتي يلا. بطل عيط يا رضا، حرام عليك يم. اخلص يا دي انت. ما هو اكتم يا دي انت، ما هوش وقت خناق دلوقتي. روح يا مديحة هاتك ازازتين مي. يلا عشان ابوك هتلاقيه عطشان وانا اشرب انا كمان. اجيب من هنا دلوقتي يم. في محل يا بنت تحت المستشفى تحت. يلا انزلي يلا ما. ماشي يم. ايه مالك يا خير انت وهو؟ مكشرين ليه وزعلان يا اخوي؟ يعني هو انت مش عارفه ليه يما؟ اللي حصل لابويا ده كله بسببنا. انا كنت هتبقوا مبسوطين، كنت هتبقوا مبسوطين لما الواد ده ياخد جدكم. يهبل منك ليه؟ اللي حياة ابوكوا ده كله بتاعكم. الواد ابن الخدامة ده ملوش حاجة. ضحكت على عجل ابوكوا واتزوجته. كان لازم نعمل كده. لو ما كناش عملنا كده كان زمانكوا ضيعتوا. ده مش بعيد كمان يكون كاتب له حاجة. اهو قاعد معاه هو جو، هتلاقيه بيقول له كاتب له ايه. ربنا يستر بقى بعد ما ابوك يموت. يعني يما لو ابويا مات بسببنا مش هسامح نفسي. هو فين ده اللي بسبب؟ ده كله بسبب رضا. واحنا نضحك على بعض يما؟ رضا ما نسيش المحل مفتوح ولا حاجه. طب بس اخلص ما تعليش صوت. مش عارف امال انت هو ما تبقوش خرقانك دي. ان شاء الله ابويا يقوم منها ما تقلقوش، بس المهم ان احنا حفظنا حقنا وخلاص. يا ريت يقوم يا اخوي، يا ريت يقوم، اصل هو باين عليه التعب قوي. انا لو اعرف ان ده يحصل عمري ما كنت اعمل كده. والله الكلام ده جاي من قلبك يا عبد الستار؟ حرمكم فين ما جوش معاكم ليه؟ هما دول اللي هيفوقوك، هما دول اللي قلبهم على المصلحة ويهمهم جو ان الرضا ما ياخدش حاجة. عيالكوا اولى بالفلوس دي. ما نفسكش يا عبد الستار تسيب البيت اللي انت قاعد فيه انت ومرتك دي وتقعد في فيلي؟ او لو رضا لو هياخد حقه مش هيبقى فيه فيلا ولا غيره. زي كمان ان اختك كمان مش هنديها حاجة. ما عندناش حريم بتورث، يعني كده الجسم هتبقى على اربعة وانتوا اولى من اي حد. انا مش بدور عليا انا بدور عليكم. بدل ما كل واحد عنده بيت يبقى عنده فيل وكمان تفتحوا محل ده. انما لو رضا خد حقه ومديحة خدت حقه يبقى خلاص اخركم هتفتحوا محل ده وتخليكم في البيت اللي انتوا قاعدين فيه. وغيرك ده رضا ابن الخدامة ملوش حق يور. كفاية ان هي خدت ابوكم مني، وانا اللي كنت غلطان انا دخلت خدامة في بيتي. ده هو بيتي كمان اخته التوج. لو كانت عايشة لحد دلوقتي كان زمانها ورثت هي كمان. بس الحمد لله ماتت وهي صغير، وكان نفسي كمان رضا يحصلها، بس هقول ايه قدر ونصيب. خلاص سهله ما تزعلوش نفسكم، نرجع الدهب تاني ونقول لابوك ان احنا غلطنا وعملنا كده. ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه انت بتقولها يا اخوي؟ ما انا شايفكم زعلانين. ما هو لو ابويا عرف ان الدهب معانا هيرجع يبقى كويس، بس مش بعيد يحرمنا من الميراث كله. انت رايكم ايه؟ ايه وقتها بقى هيدي رضا كل حاجة كده بضمان. تصدق فكرة برضه يا سامح؟ اصل هما شكلهم كده خريانة كده وهيودونا في ده. خلاص بقى ما قفلنا على السيره دي. قفلنا يعني ولا انتوا زعلانين؟ احسن حاجة ان رضا اللي محطوط في الوش وقدام الناس كلها هو سبب في خراب بيوتنا. يعني دلوقتي احنا من حقنا ان احنا ما ندلوش حاجة، وده اللي هيحصل فعلا. ابن الخدامة هيترمي في الشارع ومش هيبقى حيلته ولا جنيه. بس ده لما ابوكوا يتوفى هو شكله باين عليه كده ان هو هيموت، وده قدر ونصيب زي ما هو قال. كده كلنا هنموت. وموضوع مديحة اختنا يما هنعمل فيه ايه؟ ده هو بيقول ان هو وعد الواد علي ان هو هيجيب له شق وهيساعده في الزواج. ابوك يقول اللي يقول، هو عايش لهم. ما هي مديحة خلاص هتخلص السنة دي وبعدين تتزوج. ما تشغلش بالك خليها بظروف. لو الواد جاهز هنزوجها له، ما هو جاهز يشق طريق ونزوجها لواحد معاه فلوس مش فقير زي علي. ها يا رجاله خلاص استباني ولا في حد مش عاجبه اللي حاصل؟ ها يا عبد الستار مكشر ليه؟ ماشي يما خلاص يما. ماشي يا حبيبي انا قلبي على مصلحتك. يا ترى عمالين يحكوا في ايه جو؟ اكيد كاتب له حاجه. كمان انا خايفه من اليوم دي يتفاجئ كده ان هو كاتب له حاجه كبير. لو بيتهيألي يما عمره ما ابويا يكتب لحد حاجة. ايوه زي ما كان بيتهيألي ان عمره ما يتزوج علي، وعمره ما كنت اتخيل ان هو يتزوج الخدام. قصدك ايه يما؟ سيبكم من الكلام اللي ابوكوا بيقوله قدامكم. ابوكوا بيجي عند الخدامه وابنها بيحين وممكن يعمل اي حاجه عشانه. تفتكر يما انه ممكن يكون كاتب له حاجة؟ بنسبه 90% يكون كاتب له حاجه. دي ابوكوا وانا عارفاه. اموت واعرف بيتكلموا فيا جو. مش المفروض ابويا قبل ما يموت حتى كده يقعد مع ولده الكبير؟ لا ازاي بقى لازم يقعد مع رضا ابن الخدام؟ اصلها كانت غاليه عليه قوي. طلعت يا رضا بتعيط ليه؟ ده مش ذنب، ده ما هواش ذنبك يا ولد. مش ذنب ازاي بس يابا؟ انا سبب في كل اللي بيحصل ده يابا. ده قدر ونصيب يا ولد. المهم اسمعنا عشان اقول لك كلمتين قبل ما اموت يا ولد. وده بس يابا ربنا يخليك ليش؟ اجمد يابا الله يبارك لك يابا وقم لي. انا ماليش حد غيرك في الدنيا يابا وانت عارف مش هقدر اعيش من غيرك يابا. اسمعني يا ولد، خليني اقول لك اللي عندي قبل ما اموت.
بعد الشر عليك يابا. انا عايز احكي لك اللي حصل من زمان يا رد، بس قلبي ما كانش مطوعني يا ولد، قلبي ما كانش مطوعني ان انا اقول، بس لازم أنا اقول لك قبل ما اموت، لازم انا عارفك اللي انا مخبيها عنك بقالي زمان. خير يابا، ايه اللي حاصل؟ امك يا ولد ما ماتتش موتة عادية زي ما انا كنت بقول، انا كنت قايل لك ان هي تعبت فجأة وماتت، انما يا ولد هي ميتة مقتول. بقري يابا. زي ما سمعت كده يا ولد. انا هحكي لك يا ولد اللي حصل. اللي حصل يا ولد ان انا كنت يومها في المحل بتاعنا، وكان يوميها شبكة عريس وعروس، وكان المحل ملام من اوله لاخر. كان يوميها اخوك سامح معاي، وكنا فرحانين جو ان المحل ملام. ما شاء الله يا ابويا، المحل مليان على الاخر. ايوه يا سامح يا ولد، ربنا يزيد ويبارك. روح انت يا سامح وقف مع الناس بره. حاضر يا ابوي. الحمد لله، ربنا يغنينا بالحلال ويبعد عنا الحرام. ايه دي رحاب بترن علي؟ ايوه يا رحاب. ايوه يا حاج كام. ايه يا حبيبتي خير؟ المستشفى كلمتني دلوقتي وقالت لي لازم اروح المستشفى دلوقتي، يقولوا لي الواد حالته خطير. رضا حالته خطيرة؟ ايوه يا حاج كام، لازم تجي دلوقتي ونروح. تعال بسرعه يا حاج كام. طب استهدي بالله بس واستنى كده امشي الناس اللي موجودة في المحل، ان شاء الله ربنا يعديها على خير. انا مش هيجري قلب، استنى يا حاج كام، انا هاخد البيت انا واروح وابقى حصلني انت. لا يا رحاب خليكي زي ما انت، وقعك تخرج من البيت في الوقت ده. انت مش شايف الجو عامل ازاي؟ ما انا هعمل ايه يعني يا حاج كام، انا قلبي بيقطع على الواد. سيبها لله بس، واللي في الخير يقدم ربنا، ربنا ما هيجيبش حاجة وحش. اصبر لحد ما اجي واخدك بالعربية ونروح. ماشي يا حاج كامل بس بسرعه، انت عارف ان انا كان نفسي اخلف يا حاج كامل واجيب واد. معنى كده تاخد البت في الساقعة دي وتروح المشوار دي، تضيع البيت عشان الواد يعني؟ انا هيجي اقدم لك فتاة في البطانيه، انا هستناك يا حاج كامل بس بسرعه. ماشي يا رحاب وانا مش هتأخر عليك، وبعدين الساعة 1 دلوقتي، اوعك تعملها وتمشي، اول ما ماشي الناس هقفل الوجيل. ماشي يا حاج كامل بس ما تلواش. خلاص ماشي ماشي، يلا سلام. مع السلامه. يا رب يجيب لها واجب سليم، ربنا يسترها ورضا يطلع من الحضانة على خير. دي كان نفسها تخلف واد جو، يا خوفي تعملها وتمشي في الساعة دي لوحدي، الساعة 1 بالليل ومستحيل تلاقي حد يوصلك. بقول لك يا سام. ايوه ياب. ما تعرفش كده توقف كده وتاخد بالك كويس وانت واقف على ما اروح مشوارك دي صدرات. ما انت عارف يابا ان انا مش عارف اقف في المحل كده لوحدي، اخاف ان حد يسرقني ولا حاجة يابا. وبعدين في المشكلة دي وايه اللي حصل بس يابا؟ ها لا 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 مفيش حاجة. انا ما تعرفش كده تاخد بالك كده على ما اجي، انا مش هاخد وقت يعني، انا اخاف يابا ننسلك ولا حاجه يابا. انت عارف يعني المنطقه دي يابا فيها حراميه كتير. ايوه. ربنا يجيب العواقب سليم، يا رب عدها على خير يا رب. يا رب يا رحاب تصبر كده لحد ما اجيلك وما تتسرعش. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب، يا رب جيب العواقب سليم. يا رب انت عارف ان انا كان نفسي في الوقت ده من زمان، مش معنى كده ان انا ما بحبش البنات، بس انا من زمان وكان نفسي كده يبقى لي اخ، وامي كان طول عمرها كده كان نفسي يبقى عندها عيل. يا رب احمهولي يا رب، يا رب احمهولي، يا رب تعيش رضا وتبقى كويس. يا رب انت عارف اللي جوايا يا رب، يا رب احمهولي، يا رب لو هيحصل له حاجة يحصل لي قبل ما يحصل، يا رب اللي فيه يجي فيه، بس هو يبقى كويس ويعيش. الست اللي كلمتني من المستشفى دي خوفتني جو، هتقول ان الواد حالته خطيرة وبين الحياة والموت. يا رب احمهولي يا رب، يا رب احمهولي. عرفت ان انا هي. ايوه يا قبل. ايوه يا اخت. ايوه الواد عامل ايه؟ انا قلت لك حالته خطيره، انتوا مالكم كده دمكم بارد ليه؟ لازم تيجي دلوقتي حال. وانت ازاي دمكم بارد كده؟ ولادكم هيموت قدام اهو. الدكاتره بيقولوا ان امه لازم تيجي دلوقتي عشان ترضع حد، بيقولوا ان ممكن وقتها الواد يعيش. صحيح هما قالوا لك كده؟ ايوه ده صفرة شديدة قوي، بيقول لك لازم امه ترضع كده عشان يعيش. عشان دي يا بنت الحلال لازم تروح دلوقتي حال، قصدي يعني جيل المستشفى يعني هناك اهو. وانت حرة بقى يا بنت الحلال، عليها بلغت. خلاص ماشي هاشي دلوقتي ماشي، انا زوجي بس مش فاضي عشان كده مش عارف اجي، والجو زي ما انت شايفه كده ما هوش مظبوط، خايفه اشيل البنت بنتك دي واجي تتعب ولا حاجه. يا بنت الحلال هتتعب شوية وتخيف، دي لو تعبت اصل، انما ولدك هيموت، ودي كله عشان ابقى واقفة بس على انك ترضعيه. يعني معنى كده لو انا رضعت هيخيف؟ ايوه يا بنت الحلال خلص بقى ما تبقيش رايق. انا بقول لك الواد عنده صفرة شديدة قوي، ممكن كده ما يكملش ساعة ويموت، وانت حرة بقى عليها بلغتك. يلا سلام عليكم. انا كده لازم اروح، انا الحاج كامل عارف ان انا هروح، مش معقول اسيب ولدك ده يموت. يا رب يا رب جيب العواقب سلامة يا رب، يا رب استرها يا رب، كده ما قداميش حل تاني، لازم نروح دلوقتي حال. الركن مطلوب مغلق او غير متاح، حاول الاتصال في وقت اللاحق. وبعدين بقى ده مغلق كمان. يا رب استرها يا رب، اشري برن عليه تاني، يا رب يرد لو كده يجي بالعربية كده يلحق، يا اما كده هضطر بقى اروح ماشي. الركن المطلوب مغلق او غير متاح، حاول الاتصال في وقت لاحق. خلاص ماشي حاضر ماشي. يا رب يا مساء، الجماعة دول طولوا جو. يا ريت انت والعروسة قدامكم كتير لسه. اعمل حاجة، انت مستعجل ولا ايه؟
معلش يعني كنا طولنا شوي. لا لا عادي ولا يهمك، بس انا بس عشان بستعجل شوي. معلش بقى عشان العروسه بس بتنجي براحتها. ماشي يا غالي، خدوا راحتكم، ربنا يكملها لكم على خير. اللهم امين يا رب. انا لسه ما عجبكيش حاجه؟ ما انا بنجي اهوت يا مصطفى. ماشي خليك سريع شويه بقى عشان الراجل. وبعدين في المشكله دي بقى. يا رب استرها يا رب. يابا مالك كده يابا؟ لا لا سامح، مفيش حاجه. انت لو تنصح كده سامح كده وراح المشوار اللي انا عايز اروحه. انا بقول لك يا ابوي المكان مليان حراميه يا ابوي، يعني هيرضيك انا المحل ينسلك بسبب ايه؟ اصل هو مشوار مهم قوي يعني. مشوار ايه بس يا ابوي وانا اروح لك انا؟ يا ريت كان ينفع. محدش فيهم يعرف ان انا متزوج. لو هم عرفت ان انا متزوج هتبقى مشكله. مش بقيت تروح تقتلها؟ روح كده يا سامح، بص على الجماعه اللي بره. ماشي يا ابوي حاضر. يا رب استرها يا رب، يا رب اجيب لها واقف سليم. الشبكه هنا مياش حلو، لان بقى يا اخي مش وقت. هو بيرن هو. ايوه يا حاج كام. ايوه انا خلاص قربت اجي اهو. على الشبكه يا حاج كامل انا خرجت. خرجت ازاي يا رحال؟ انا مش قلت لك تستنيني؟ ما كانش ينفع ان انا استناك يا حاج كامل. انا قعدت ارن عليك وبدينا مغلق. كلموني في المستشفى تاني وقالوا لي الواد بين الحياه والموت، وممكن يعيش لو انا رضعت، عشان عندي صفرة شديدة قوي، وكان لازم امشي دلوقتي حال. ما كانش ينفع ان انا استنى يا حاج كامل. انا خلاص ماشي في الطريق اهو. المشكلة ان انا ما لقيتش حاجة اركب. اكيد مش هتلاقي في الوقت ده، الساعه بقت 2. انت ازاي تمشي كده من غير ما تقولي؟ وانا قعدت ارن عليك كتير يا حاج كامل، بس كان تليفونك بيدينا مغلق. لا اله الا الله. طب انت فين دلوقتي؟ خليك واقف في مكانك لحد ما اجيل. انا هسيب المحل بقى واسيب سامح واقف فيه لحد ما اجيل، ما قداميش حل تاني. لا يا حاج كامل، المحل ممكن ينسلك بسبب، انت عارف ان المنطقة هناك فيها حرامية كتير. ما قداميش حل تاني بقى، انت اللي ما استنيتيش. يعني هسيبك تمشي لوحدك في نص الليل كده؟ غيرك ده الجو مش حلو، ممكن في اي لحظه يشتي. ما تقلقش عليا يا حاج كامل، انا مشيت شوية حلوين، ما عادش بقى الا حاجة بسيط. خليك مكانك وما تشيلش اهم حاجة يا حاج كامل. بقول لك عارف انت فين؟ انا هجيلك بالعربيه دلوقتي اهو، واحد تتحرك من مكان. الحقني يابا دماغي اتفتحت يابا. لا اله الا الله، وايه اللي فتحها يا سام؟ ايه يا ولد اللي حصل يا ولد؟ انت كنت كويس دلوقتي؟ انت يا اخي ابويا مش حاسس بنفسي. الحقني يا ابويا انا بموت. وايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه المصايب اللي عماله تحدف علينا دي؟ الحقني يا ابوي، انا تايه قوي يا ابوي. ما تقلقش ده جرح سطح، ما توهمش نفسك عشان ما تتعبش. طيب ماشي يا حاج كده ما نكتمها، ويا ريت لو اي عصير ولا مي عشان يعوض الدم اللي نزل ده. بسيطه يعني يا ولدي. ايوه ما تقلقش، ده تعويره سطحيه يعني، بس هات اي قماشه بس عشان نكتمها. حاضر يا ولد. يا رب استرها يا رب، يا رب نجيلي ولدي يا رب. ما فيش اي عربية ولا اي حاجة كده عايزة تفوت، لسه المشوار طويل على المستشفى. لو اي حاجة عادت تقدري جبت فيها كده هتسهل الموضوع. والجو كمان شكله كده هيشتي، يخاف الجو يشتي وبنتي تتعب مني. يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. بقول لك ايه، انا لقيتها اهو. صح لقيتها؟ هي واقفه قدام هي تشيلها بيت. طب بقول لك ايه، ما تغيبش عن عينك عليها لحد ما اجيلك انا والرجال. بس بدنا نخلص الموضوع ده لوحده وخلاص، مش عايزين نتصرف. اصبر لحد ما اجيلك، ما تطيرش المصلح. يا عم ماشي خلاص هستناه. وبعدين بقى ولا عربية كده عايز تعدي، شكلك ده هاخدها ماشي. يا رب الجو ما يشتيش، لو انها باين ان هي تشتي قوي، عمالة تعمل رعدة هي. سامحاني يا بنتي غصب عني، عايز الحق اخوك. طب بقول لك ايه يا عم ياسر، بقول لك اصبر على ماشي. هي مقابلاك ايه يا اخوي؟ مقابلاني؟ ايوه جاي ناحيتك هي. يلا قابلها وانا جاي وراها اهو. خلاص ماشي على البركه، تجي تنور. جدعتها عمال يتسحب ورايا ليه؟ يا رب استرها يا رب، ما هيش ناقصاه. يا ابني ما قابلتهاش ليه؟ يا رب استر الجو شيتي. معلش يا بنتي سامحين، يا رب ما تتعب مني يا رحمة. يلا يا ابني قابلها بقى. يا جاي من ناحيه الشارع مسكون. ايوه اللي فيه العماره مسكون. مش يلا قابلها. خلاص ماشي. الجدع دي لسه ماشي وراي، عايز ايه مني دي؟ ابعد عني الله يبارك لك، الحكاية ما هياش ناقصاه. يا مرحب بالعسلية. عايزين ايه؟ ابعد عني، ابعد عني الله يبارك لك. انا فين مكفية مش ناقصاكوا. احنا بقى فين اللي مكفينا بقى ومحتاجين؟ يا حلو انت يا قمر. الله يبارك لكم، اعتبروني اختك. انا ولدي في المستشفى بيموت، لازم اروح الحقه دلوقتي. الحوار دخل عليه، شكلها طيبة قوي. الله يبارك لكم، اعتبروني اختك، وانا ولدي بقى بين الحياة والموت. سيبوني امشي عشان الحق ولد. ما تخافيش هتلاقي ولدك كويس، احنا هنا اللي مش كويسين. بس ايه السلسلة الحلوة دي؟ خدها وسيبني امشي، خدها وسيبوني امشي. احنا كده انا خدي، ما جبتش حاجة من عندك يعني. طب سيبوني امشي بقى، سيبوني اروح الحق ولد. استنى يا حلو انت بس، رايح على فين؟ اوعى يا ابعد عني لما صوتوا لم الناس عليكم. ابعد عني بقول. هو اللي يشوف الجمال ده يسيبه برضه؟ اوعى يد بقول. حد برضه يسيب اليد الناعمة دي؟ ابعد عني بقول لكم، ابعدوا عني لما صوتوا لم الناس عليكم. الناس كلها نايمة دلوقتي يا عسل، مفيش غير احنا وانت بس اللي صحيين. خد رايحة فين؟ يلا يا اخوي تعالى من الحاج، سيبها تجري قدامنا شوي، خلينا نتمتع كده واحنا بنجري وراه. يا خفي بس حد كده يكون صاحي ولا حاجة.
حد صح ايه ده؟ الناس بتخاف تعدي من الشارع ده اصلا. ايوه عشان العمارة مسكون. يلا يلا قبل ما تهرب، احنا ليلتنا فول. يا رب يا رب استرها يا رب. معرفش دول طلعوا منين دول. لازم استخبى في اي مكان. لو ان العمارة ديت مسكون بس ما قداميش مكان استخبى فيه غير هنا، عشان هما يخافوا يخشوا هنا ومش هيتوقعوا ان انا استخبى فيه لحد ما يمشوا وراح لولدي. يا رب يا ريتها ولدي تعيش لحد ما اجيلك. يا رب تعيش يا ولد وما يحصل لكش حاجة. يا عم مش معقول هتخش العمارة المسكونة دي، يعني امالها هتكون راحت فين يا اخوي؟ انت اللي سبتها تجري قدامنا. ما هيش معقول يعني هتكون وصلت اخر الشارع دي في ثواني. هي اكيد في العمارة هنا. بصراحة كده بقى انا خايف. انا مستحيل ان انا اخش العمارة دي. انا اخر على السلم هنا لو عايز نجي، او اروح انا ادور كده على اول الشارع. شاطر جوه تقول يا اخويا السل اديك سبتها تفلت مننا هي. ان شاء الله هتلاقيها هنا، مش معقول اكون راحت على اخر الشارع دي في ثواني زي ما انت بتقول. يلا بس خلينا ندور عليها ان شاء الله هنلاقيه. طب يلا يلا تعالى معايا. اديك خايف انت كمان اهو. ما هياش هبله يعني تخش العماره دي. البلد كلها عارفه ان هي مسكون. يا عم مالكش صالح انت بقى، اتكل على الله انت. مين اللي برينا عليه؟ صاحبة المصلحه. وبعدين هنقول لها يا استاذ بقى، اقول لها على اللي انت عملته حكم انت عشان تبقى عارف مش تاخد ولا مليم من المصلحه دي. يابا نلاقيها مستعجل ليه؟ انا هروح انا على اول الشارع ادور عليها قبل ما تطير. يلا دوروا عليها كويس في العماره دي. ماشي يا شباب، رد عليها يا عم يلا. ايوه يا استهان، ما تخش تشوف الجهه على ما اخلص المكالمه. ما تبقاش جبان، انا مستنيك اهو. انا برضو اللي جبان. ايه عملت ايه وانتوا لسه بتدوروا عليها ولا ايه؟ لا يا ست هانم، ده احنا لقيناها خلاص. امال ايه؟ ما فيش حاجه، هي دخلت العماره المسكون. دخلت العمارة مسكونة؟ دي شبانة هتخش العمارة مسكونة ازاي؟ اهو اللي حصل بقى يا ست هانم. على العموم ما تقلقيش. انا مش قلقان، وانتوا حرين بقى هضيع مصلحة من يدك. كل واحد فيكم ليه 100,000 عندي، بس لازم كده تصوروا له كده صورته وهي مقتول. البنت اللي في يدها يا ست هانم هنعمل فيها ايه؟ خضار ما في البحر زي ما انا قلت لكم، اخلصوا منها باي طريق. ماشي يا ست هانم. يلا انجزوا وقتكم كده عشان قبل ما جوزها يجي ممكن تلاقوه طبب عليكم كده في اي وقت. حاضر يا ست هانم ماشي. وما تنسوش تجيبوا السلسلة اللي كانت لابساه. السلسله وعايزاها ليه بقى؟ عايزاها وخلاص. يلا هزود لكم 50,000 كمان بس هاتوه. اسكنك دي معلش. ماشي يا ست هانم. يلا مستنياكوا تفرحوني. حاضر يا ست هانم. ايه يا عم انت واقف تبص ليه؟ ما يلا نخش يلا. ماشي يلا. باين عليك انت خايف انت كمان جو. لا يا عم مش خايف يلا. ماشي يلا. واقف ليه بقى؟ ما يلا نمشي. انت كمان خايف يا جبان يا عم، مش وقت هزار هو. انا اخاف من ايه يعني؟ طب يلا. لو هي هنا انا ندمها ان هي دخلت هنا، بس اللي لقاها بس هنا هي اللي جابته لنفسي، وانا هنقتلها بس لو احنا لقيناها هنا هنضطر نلعب شويه. يا رب ما يلاقون. يا ريت يذهبوا ويمشوا ما يدوروش عليا كتير عشان الحق اروح لوردي. ارجع على الحج كامله كله لاقي في دور عليا ويلاقون. انا ما عارفاش هم عايزين مني ايه لما هم خدوا الذهبات. ما اعرفش انا على الحج كامل ولا اعمل ايه دلوقتي. يا رب يمشوا بقى وما يدوروش عليا كتير. انا ما ناقصاش، انا في اللي مكفيني. بقول لك ايه، اطلع عند الدور التالت كده دور فيه وانا هدور في الدور دي. يا رب. لو ان الواحد مش متفائل زي النور ديت جايد العمارة مسكونة والله اعلم بيه، لكن الواحد خايف يخش. يا رب ما يجي، يا رب ما يخش. بس لازم انا اخش ادور، يعني هعمل ايه يعني؟ اضيع المصلحة من يدي؟ يا اخي مش حرام عليك امشي، انتوا عايزين مني ايه تاني؟ تاجر سمعت الصوت. لو انت هنا يطلع ما تخافش مش هأذيك، بس لو انت ما طلعتش هأذيك. هدور عليك واجيبك لو انت تحت الارض دي. سمعانا ولا لا؟ قلبي بيدق قوي. مستغرب انا النور ده جاي ازاي في العمارة المفروض محدش قاعد فيه. اخش هناك ده اشوف الواد سيد بيرن علي. معقول يكون لقاهي؟ يا سيد لقيتها؟ وقف على السلم عندك لا تنزل. لقيتها يعني؟ سمعت نكش من شويه وصوت عيل صغير، اكيد هي. يلا روح وقف على السلم بسرعه لا تفلت مني. خلاص ماشي يا مسهل. خليها تنزل قدامي واقف لها هو. يا رب ما يجي ناحياتي. يا رب كن كويس يا رضا يا ولدي. يا رب كن كويس يا ولدي. يا رب الحقك يا ولدي ما يكونش حصل لك حاجه. التليفون بيرن، يا ريت ما يكونش سمعه بيرن. الحاج كان. ايوه يا حاج كان. ايوه يا رحاب، انت فين يا رحاب دلوقتي؟ الجو جايبها شتا على اخره. انت فين دلوقتي؟ انا جايلك في السكه اهو. انا في العماره المسكونه. وايه اللي وداك العماره المسكون؟ ما هو اللي حصل ان في يعني شباب كده بتجري وراي. ما اعرفش في شباب كده خدت السلسله من الدهب اللي انت بديها لي وعملت تلحقني. انت بتقول ايه؟ انا جايلك اهو تخليك مكاني. ما انا في العماره، انا اروح فين؟ ما واقف اللي بره. طب خليك مكانك، اجيلك اهو وحكي تتحرك من مكاني. انا كنت هجيلك بالعربيه ولقيت العجل كله نايم. ما اعرفش ايه الحظ ده. انا جايلك اهو يا رحاب، ما تخافيش يا حبيبتي. انا ما خايفاش يا حاج كامل غير على ولدي. اتاخرت عليك اهو، خايفه يكون راح مني. ما تخافيش، انا خلاص كل 5 دقايق واكون عندي.
ايش يا حاج كام؟ اه سمعت الصوت، قلت لك سمعت صوت تليفون بيرين.